جئتكم من بلاد النيل التي جمعت المحاسن في محاسنها وتضاءلت في وصفها قصائد الشعراء. أنا ابن مصر وعن بلادي سأحدثكم. مصر هبة النيل أهدت العالم حضارة عظيمة على ضفاف نهرها الخالد. بلادي حاضنة المبدعين من أدباء وعلماء وفنانين تغزل بها أحمد شوقي وروى حكاياتها نجيب محفوظ وتغنى بها عبد الوهاب وأم كلثوم. بلادي أهدت البشرية عبقرية زويل وإنسانية مجدي يعقوب ملك القلوب. مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب الحياة. هكذا أوجز حكيم العرب الشيخ زايد رحمه الله مكانة مصر. فيا من سافرت أسفارا وقطعت أمصارا دون مصرنا، إليك قول الشاعر: من شاهد الأرض وأقطارها والناس أنواعا وأجناسا، ولا رأى مصر ولا أهلها، فما رأى الدنيا ولا الناس.